سنة 2020 أندري وغريسي قرروا يفتحوا صفحة في انستغرام والتيك توك والفيسبوك. مهم فتحوا صفحات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. كانوا كيبانوا من الأثرياء، عندهم سيارات غاليين، كيلبسوا مزيان، كيدوزوا عطل غير في المدن كبار، واللي كان كيتابعهم كان كيحماق على ستايل ديال العيشة ديالهم. لكن الحقيقة ديالهم غادي تبدا تبان في سنة 2022 واللي غادي تكون صادمة. خليكم معايا تعرفوا تفاصيل القضية. اولا غادي نبدا لكم القصة من عند هاد السيدة اللي سميتها كولين ريبيلو، فعمرها 58 سنة، عايشة في مدينة بيرث الأسترالية. فيها تزوجات من هاد الشخص اللي سميتو أنطونيو. عندها معاه 4 ديال الوليدات، 3 ديال الذكور وبنت وحدة اللي سميتها مونيك، والدراري الكبير فيهم سميتو جوليان، والوسطاني أندري، والصغير ديالهم سميتو فابيان. علاقة كولين بأنطونيو ما غاديش تمشي مزيان، غادي يكون عندهم مشاكل كتار ما بينهم، ما كاينش تفاهم، ديما صداع. ومن بعد تفكير طويل وعلى مصلحة الأولاد غادي يقرروا أنهم ينفصلوا، وكل واحد فيهم يشد طريقه، والحضانة هي اللي غادي تاخدها. وفعلا ديك الشي اللي كان، أنطونيو خلى ليها الولاد ومشى عاش حياته، واما كولين عاد اللي بدات حياة جديدة. كل شيء عليها، توكلت، بدلت، قري وتسهر الليالي، مهم ضحت بكل ما عندها على قبالهم. وكانت كتخدم بزاف ديال الخدامي، مرة خدمات سرباية في كافي، مرة مساعدة في دار العجزة، وفي نفس الوقت كانت كتكمل قرايتها في الجامعة وكانت كتوجد الماستر. كيف كتشوفوا كولين من نوع الأمهات اللي كيعطيو كل شيء لولادهم، كتقرا وكتخدم عليهم وكتقابلهم في نفس الوقت، من رغم من أنها كانت كتعاني من مرض نادر في الغدة الدرقية، وهذا الشيء كامل ما خلاهاش تخلى عليهم. بالعكس كان عندها طموح كبير أنهم ملي يكبروا يقراوا ويوصلوا لمراتب كبيرة ومهمة، وفعلا الأمل ديالها فيهم غادي يتحقق. فولدها الكبير جوليان خدام في مقاطعة ماشي في مدينتهم بيرث وإنما في مدينة أخرى، وبنتها مونيك خدامة في مركز تدريب الإسعافات الأولية، وولدها الصغير فابيان خدام مراقب في سوبر ماركت كبير في مدينتهم بيرث. واما اندري واللي هو اللي طلع عليه هاد القصه كلها ما خدام ما والو. تعرف على هاد البنت سميتها غريسي، كانت مولوعه بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو كذلك كيحمق على الشهره فتولموا، وقرروا يكملوا مع بعضهم وفتحوا قناه في اليوتيوب وباش في انستغرام والفيسبوك والتيك توك، وبداو كيعرضوا حياتهم على الناس. وكان كيقول لخوته والماماه والكريسي انه خدام في بيع وشراء ديال العملات المشفره، وكان كيقولها حتى للمتابعين ديالهم، وكان كيبين ليهم الارباح اللي من بعد غادي نقول لكم الحقيقه ديالهم. على اي الام ديالو ما كانتش مرتاحه لهذا الشيء اللي كيدير، وكانت كتقول ليه سير خدام، كمل قرايتك، دير شي حاجه تنفعك، احسن ليك من السوشيال ميديا. لكن أندري كان عاجبه الحال، وكان ديما هو وغريسي كيبينوا للناس الثراء اللي عايشين، كيشريو سيارات غاليين، كيسكنوا في فيلا كبيره، كيمشيو للمطاعم ديال اللوكس، كيلبسوا مزيان، والمتابعين ها حلين فمهم فيهم ومتيقنهم. ومراتو غريسي من بعد هاد الفيديوهات اللي كينشروا غادي يبداو يجوها عروض كثيره من عند ماركات كبيره كتعمل ليهم الاشهار، ولدرجه خلت البنات يكتبوا ليها تعاليق بحال هاد النوع: ما كرهناش نكونوا في بلاصتك، سعداتك باندري، وهكذا. يعني بزاف ديال البنات كيحلموا يكونوا في بلاصتها. فهي كانت كتظهر للناس انها عايشه في عز كبير مع اندري. وفي سنة 2019 غادي تولد وليد وسماوه روميو، وهنا تزادت ليهم الشعبية بين الناس كتار وكتار. وصل عدد المتابعين ديالهم في الانستغرام ل1,000,000 متابع، وفي اليوتيوب وصل 300,000 متابعين. فهما كيشاركوا جميع التفاصيل مع المتابعين ديالهم، وكيبينوا لهم انهم اسره متكامله واسره اللي سعيده. وبزاف ديال الناس كيعجبهم يتبعوا بحال هذا النوع من المحتوى، واخا الحقيقه ديالهم في الواقع كتكون غير على اللي كاينه في المواقع. في سنة 2020 وبالضبط نهار 25 ماي، وكان موافق اليوم الاثنين، هنا الام ديالهم كولين غادي تنوض عادي في الصباح، تفطر وجدات راسها وخرجت هي وولدها الصغير فابيان، ووصلته في يديها كالعاده للسوبر ماركت اللي كيخدم فيه، وهي مشات لخدمتها. لحد الساعه كلشي كيبان مزيان، وهو هذاك ملي غادي توصل 11 ديال الصباح الابنه ديالها مونيك غادي تتصل بها باش تطمن عليها. فهما موالفين يهضروا مع بعضهم بشكل يومي، لكن هاد النهار ما غاديش تجاوبها.
فبقات مدة 10 دقائق وعاودت عيطات ليها من جديد، لكن هنا كذلك ما غاديش تجاوبها. فشنو دارت؟ قالت نعيط لخويا فابيان ونسولو عليها. وفعلا داكشي اللي كان، عيطات ليه، وملي جاوبها قالت ليه انا عييت منصوني على ماما لكن ما كتجاوبنيش، واش عارف شنو واقع ليها. فبيان قال لها وصلتني في الصباح للخدمه وكانت مزيانه، اقطع دابا انا نصوني عليها ونرد عليك. وفعلا حتى هو حاول ما مره ما جوج يتصل بها لكنها ما جاوباتوش. فعاود اتصل بختو مونيك وقال لها والو، حتى انا ما جاوبتنيش. عرفتي، خليها مع الجوج غادي تدوز مورايا وهذيك الساعه نسولها علاش ما كانتش كتجاوبنا. صافي اتفقوا وكل واحد فيهم مشى يكمل خدمته. نجيو دابا لجهه اندري. كان متفق مع مراته غريسي انه يفطروا مجموعين هو وياها وولد عمها اللي جا عندهم للدار، لكن ملي خرج مع 10:30 ديال الصباح ما عاود رجع. بقات كتحاول تتصل به لكنه ما كيجاوبهاش، فعيطت ليه ل 12 مره وما جاوبها حتى مره. وفي الاخير سردت ليه 3 ديال الرسائل كتخاصم معاه فيهم وكتقول ليه حشمتيني مع ولد عمي، كنا عارضيناه ودابا خويتي بيا، حشومه عليك. مهم كتعاتب فيه. فبقى مده ساعه عاد اللي جا عندها ودخل عادي وقال لها فين بغيتو نتغداو. وما بقاو مصدومين فيه حيت ما طلب منهم لا سماحه لا والو، نيشان دوخهم بالهضره. وهو جالس معاهم غادي يسرد ميساج للام ديالو كيقول لها فيه غدا غادي نجيب لك روميو تحديه لينا، فاحنا عندنا شي خدمه مهمه غدا. وحتى هو ما غاديش تجاوبو. وفعلا خرجوا هو وغريسي ولد عمها وتغداو برا. فوصلت 2 ديال النهار وهو الوقت اللي كتمشي فيه كولين للدار، وفي طريقها كدوز على ولدها فابيان وكيمشيو بجوجهم للدار. فبقى فابيان كيستناها ومره كيعيط ليها لكنها ما جات، ما جاوبت في التليفون. وهنا غادي يبقى غادي على رجليه وهو كيشوف عندك الدوز من حداه وما تشوفوش، يعني حاضي الطريق، وغادي يبقى غادي حتى غيوصل للدار. وملي فتح الباب دخل نيشان للحمام وتما لقى ماماه طايحه في الارض. غوت وتخلى عليها بزاف، حاول انه يسعفها لكن جاتو ما كتنفس. فاتصل بالطوارئ وعيط حتى لخوتو واللي جاو كلهم في الحين. رجال الطوارئ غير شافوا كولين قالوا لهم بركه في راسكم، فهزوها ونيشان لعند الطبيب الشرعي باش يعرفوا سبب الوفاه. البوليس ملي شافوا كولين ما شكوش انها تكون تقتلات، بنت ليهم ما مضروبه ما والو والدار ما مقلوباش، قالوا يمكن وصل عمرها وتوفات. مع هي كانت كتعاني من المرض في الغده الدرقيه. فاتصلوا بالطبيب ديالها اللي كان عارف الحاله ديالها، فقال لهم هي من النوع اللي راده البال راسها وكانت كتجي في المواعيد وعمرها ما فلتات شي كنترول، ومؤخرا حالتها تحسنات بزاف. وسولوه واش كانت كتناول باستيات ديال الاكتئاب، فقال لهم لا، وحتى اذا كانت انا ما مخباريش. كيف ما سولوا الطبيب ديالها غادي يسولوا حتى وليداتها وقالوا لهم واش ماماكم كانت كتعاني من مرض الاكتئاب، فقالوا لهم لا، هي من النوع اللي كيبغي الحياه، فهي دازت في اوقات صعيبه وكان بامكانها تمرض به، ماشي حتى لدابا تيسرات ليها حياتها عاد تنوض تكتئب. المهم محققين شكوا في الانتحار وهذا الشيء كامل ظنوه قبل ما تخرج النتيجه ديال الطب الشرعي، واللي خرجات وعرفوا ان كولين ماتت مخنوقه. هنا صافي تاكدوا ان هذه القضيه ما هي الا جريمه قتل. فعاودوا مشاو للدار قلبوا فيها مزيان قنت بقنت، فاكتشفوا ان الوراق ديالها الشخصيه ما كاينش، يعني اللي صفاها ليها سرقهم. اذا هنا من غرض عند السارق مع الوراق ديال كولين. نيشان هنا غادي يسولوا ولدها فابيان لانه هو اللي عايش معها في الدار. فقالوا ليه ماماك واش كانت دايره تامين، فقال لهم لا وعمرها ما فكرت فيه. وفي نفس اللحظة عرفوا أن كولين عاملة تأمين هذه الله مدة 2 ديال السيمانات، واللي غادي ياخد تعويض القدر ديال 1 مليون دولار هو ولدها أندري. هنا غادي يجيبوا ولدها أندري لمركز الشرطة وغادي يبداو معاه التحقيق. فسولوه كيفاش ماماك خلات خوتك كلهم ودرت ليك بوحدك هاد التأمين. قال لهم انا بدي ما عارفش واول مره كنسمعها من عندكم. المحقق حس به كيخبى عليهم فتعامل معاه كانه دارها، فقال ليه على هيدا قتيها. اندري بقى مصدوم وقال لا ما يمكنش وهذيك راها ماما وفلوس الدنيا كلهم ما يعوضوهاش. فبقى كيغني عليهم حتى شبع، ومن وراها خداو ليه التليفون ديالو للخبره وهو حطوه في الحراسه النظريه.
وملي خرجت الخبرة على التليفون ديالو سمعوا المكالمة اللي دازت ما بينه وبين مراته غريسي اللي كتسولو علاش تزورتي وراق ديال التأمين ديال ماماك، فقال ليها ماشي سوقك فيا، المهم باقي شي اسبوع وغادي يدوزوا ليا الفلوس وغادي نبداو حياة جديدة وغنسافر. وعرفوا ان اندري عنده كريديات بزاف ووصلوا حتى ل 120 ألف دولار، وديك السيارة اللي عنده غير شاريها بالكريدي، وحتى الدار اللي كانوا ساكنين فيها كانت غير مكرية ماشي ديالهم، وديك القضية الخدمة ديالو في عمولات مشفرة كانت غير كذبة. فهو ربح من ديك البرنامج مبلغ ديال 22 دولار فقط، وكان كيكذب على الناس وكيبيع ليهم الوهم. وعرفوه انه نهار الواقعة مراتو غريسي اتصلت به شي 12 مرة، فهنا عاودوا حقوا معاه وقالوا ليه فين كنتي مع 11 ديال الصباح، فحتى الوالدة ديالك توفات في نفس الساعة. فقال ليهم كان عندي شي شغل وصافي. فضغطوا عليه كتار وكتار، حطوا قدامه جميع الوثائق اللي كدينو، منهم الاملاك ديال ماماه كالسياره والدار اللي كتبهم في سميتو، وما خلى الخوت والو اللي كانوا مصدومين من هادشي اللي وقع لماماهم، ومن داكشي اللي دار خوهم ملي زور التأمير وزور الملكيه ديال الدار والطوموبيل. مهم كارثه. المحققين غادي يستدعيو غريسي وسولوها على اندري كيف كان كيتصرف النهار اللي وقعت الجريمه. قالت ليهم خرج مع 10:30 ديال الصباح وما عاود رجع حتى 11:30، بقى غايب مده ساعه تقريبا، وملي جا كان كيتعامل عادي جدا. فسولوها على الوضع ديالهم المادي وحطوا قدامها كل شيء. السيده تصدمات وقالت ليهم انها ما كانتش عارفه بالوضع المادي ديالهم، وان اندري هو اللي كان مسؤول على هذا الشيء ديال البنك، يعني حتى هي تصدمت فيه فخلوها تمشي بحالاتها. اندري من رغم هادشي كامل اللي كاينه ضده ما بغاش يعترف، وكيقول لهم انا مستحيل نصفيها لماما، لكن غادي يبانوا شهود الجيران ديال ماماه وقالوا انهم شافوه جا لعند ماماه مع 10:30 ديال الصباح، وحتى ملي تحقوا من الهاتف ديالو فين كان هذيك الصباح لقاوه كان في دار ديال ماماه. وهنا من رغم من عدم الاعتراف ديالو تابعوه بتهمة القتل من الدرجة الأولى. في سنة 2024 نهار 5 دجنبر تم النطق بالحكم واللي هو السجن مدى الحياة، ومسخو طمو المحامي ديالو قدم طلب استئناف، ومن المرجح يخرج الحكم استئناف في بداية سنة 2025. أما بالنسبة لغريسي فهي بدات حياة جديدة مع شاب واحد آخر، وبدات كتصور معاه وكتحط معاه لي بوست في انستغرام وكتحط الفيديوز في اليوتيوب معاه ومع ولدها. زيدت خطات وزادت القدام. مهم لحد الساعة كنكون ساليت قضيتي. قولوا لي شنو رأيكم في هاد اليوتيوبرز الاسترالي. عرفتوا انا بيدي كنتابع بعض من اليوتيوبرز اللي عندهم هاد المحتوى وكتعجبني العيشه ديالهم وداكشي اللي كيعملوا، صدق غير كذوب، حافظ الله السلامه. المهم انا كنستنى التعاليق ديالكم والاراء ديالكم حول هذه القضيه اللي محزنه، كيفاش ابن يخنق ماماه وعلى ود الفلوس باش يخلص الكريدي اللي عليه ويعيش الحياه اللي باغي. الله يستر. المهم كنشكركم بزاف على المشاهده والسلام عليكم.